عمرك سألت نفسك سؤال: ما معنى الحياة؟ هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك الهدف الأساسي من وجودك هنا في الدنيا ايه هو؟ يعني انت ليك غاية محددة ولا مجرد حدث عشوائي انك وجدت في هذه الدنيا؟ بص بقى يا سيدي، كاتب كبير قوي اسمه جيمس بيلي. الكاتب ده يعني الحقيقة السؤال ده حيره، فقرر ان يبعت اكتر من 120 رسالة لشخصيات سياسية وفنية وأدبية وعلماء نفس وعلماء اجتماع وفلاسفة. كان بيسألهم سؤال واحد بس: ما معنى الحياة؟ هقول لك بقى على بعض الإجابات. عالم فلك قال: نحن غبار نجوم نعيش على نقطة باهتة زرقاء باهتة، ولعل وعينا بهذا وحده ويمنحنا حياتنا. في كاتبة كبيرة قالت ايه بقى؟ قالت يعني المعنى هو نترك ضوء ولو صغير في عتمة أحدهم. روبن ويلز ممثل كوميدي قال: معنى الحياة أن تجد من يضحكك قبل أن تبكيك الفواتير. في موسيقي بيقول إيه بقى؟ ديفيد بوي: كلما اقتربت من معنى الحياة أجد معنى الحياة غير ملامحه. ويمكن هو ده المعنى، إنه كل ما قرب منه غير ملامحه. واحد بيقول لك بقى إيه: قد لا أكون عرفت معنى الحياة، لكن عرفت أن رائحة خبز الصباح، الخبز بتاع الصباح ده ريحته تستحق أن لا تستيقظ من أجله. الجميل بقى واحد بعد رسالة جميلة قوي، قال لك إيه بقى؟ قال لك: بص، أنا بعشق القهوة، هتسألني معنى الحياة، هقول لك الأول أنا أحتاج كوب قهوة لكي أتمكن من التفكير في السؤال ده. هو أول رشفة هقول لك يعني بتشبه بداية الكون، والتانية تذكرني ان انا ما زلت حي، والتالتة تخليني افوق، وانا مستعد طالما تسقيني قهوة هقول لك على معنى الحياة. طبعا في سياسيين وادباء ومفكرين. الكتاب مهم قوي انك لازم تقراه، لان كلنا بنطرح السؤال ده من حين لاخر: احنا موجودين ليه في الدنيا؟ يعني ايه الهدف من وجودنا؟ الحقيقة لو قريت الكتاب ده هتضحك وهتتأمل وهتبكي وهتختلف وهتفكر وتدرك أن الحياة أغنى من أي تعريف جاهز. في الحقيقة في النهاية لعل المعنى الوحيد الثابت في الحياة هو أن نبحث عنه باستمرار.